سيدنا موسى كان يمسك شعر ايده كده ويقول يا رب كيف اشكرك ولك في كل شعره نعمتان ان طمست راسها ولينت اصلها. تخيلي لو كانت راس الشعره دي بالعكس كنت هتبقي زي الشوك. تخيلي لو الشعر ده زي الشوك كنا هنعيش ازاي؟ لو هي واقفه كده وبتشك، لا ده ربنا سبحانه وتعالى طمس راسها، الراس بتاعتها الكبيره ربنا خلاها لتحت، ولينت اصلها ما بقتش واقفه زي الشوكه، لا دي بقت لينه، فبقيت انت بتعرفي تتعاملي بيها وتحطي ايدك على جلدك وهكذا. شوفي بقى كان بينظر لله سبحانه وتعالى لابسط الاشياء اللي احنا مش واخدين بالنا منها. لو شعر الرموش والحواجب بيطول، لا ده ربنا سبحانه وتعالى اعطى اوامر للشعر. الشعره بتاعه الرمش لها طول، وبتاعه الحاجب لها طول، وبتاعه الراس لها طول، ده شعر. احنا ما بنتكلمش عن نعمه البصر مثلا، احنا بنتكلم عن حاجه مش شايفينها. الانسان اللي بيشكر بيبقى عايش شايف، لابس نظارة حلوة، هو طول الوقت شايف النعم. لو سمحتي لنفسك وسمحتي للشيطان انه يتملك منك وتشوفي المفقود مش هتشكري ربنا.